السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة دكتور دنا بشار. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة العمودي على الرصيف. بنعملها طبعا بالإقماع علشان نقدر نظبطها أولا، وطبعا ما يكونش فيه رهبة ولا فيه خوف ولا فيه توتر من إننا نخبط عربيات الناس اللي هي واقفة. زي ما انتم شايفين دلوقتي بتعدل زاويتها واحدة واحدة، طبعا بكل تركيز مع زاوية المراية، مع سرعة العربية، مع زاوية الدركسيون. زي ما انتم شايفين دلوقتي لقيت ان هي خلاص الدخلة بتاعة ظهر العربية دخلت ما بين القمعين او ما بين العربيتين، فتبدأ ان هي تطلع لقدام. طبعا شافت في المراية في عربية فوقفت. طبعا انا مبقولش حاجة، انا واقف بتفرج من بره على العميلة. ليه؟ ما ينفعش ان انا افضل قاعد جنبها وافضل اقول لها حاسبي بالراحة وقفي يمين شمال. لا، كده انت ما بقتش انت بتتعلمها، لا انت كده بتضرها. ليه بتضرها؟ لان انت طول ما انت قاعد جنب العميل ده بيخلي العميل محتاج ان هو يفضل يسمع تاني يمين ولا شمال، يمين ولا شمال، يمين ولا شمال. فبالتالي بتثبت في دماغه ان انت بتفضل تقول له. انما انت لما تعلمه مره عملي ومره نظري، فيبدا ان هو يبدا يطبق بنفسه، فبالتالي يبدا يستجيب مع نفسه. فلازم تسيب له العربيه ويبدا ان انت تقف تتفرج من بره. لازم يغلط عشان لما يغلط هتثبت في دماغه اكتر. انما ما نفضلش ان احنا نخلص حصه او كورس ونفضل محتاجين للكابتن تاني. لا معلش، اصل انا خدت كورس مثلا 5 حصص او خدت كورس 10 حصص وما استفدتش، او انا بطلع على الطريق والله بس ما بعرفش اركب. زي ما احنا شايفين اهو، انا بتركب لوحدها، بتركز كويس جدا في المرايات. وده اللي انا محتاجه جدا 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 من اي عميل بيكون معايا. ليه؟ علشان انا محتاج عينك دايما في المرايه معايا على الطريق. مش محتاج ان انا اقول لك وانت تلف بص في مرايتك، مش محتاج وانا بتخطى من حاره لحاره اقول لك بص في مرايتك. لا، انت مرايتك بالفعل بتتدرب عليها معايا، لان انا ما ينفعش اسيبك تتدرب بوشك بس. انا محتاجك تتدرب وشك زي ظهرك، محتاج الاثنين بالنسبه لي يبقوا بيرفكت. فتخيل تبقى بيرفكت بظهرك، وشك هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فوق الممتاز. فبالتالي ما ينفعش اي حد يتدرب في اي مكان ويجي يقول معلش اصل انا بعرف اطلع بوشي بس ما بعرفش ارجع، ما بعرفش ابص في مرايات، ما بعرفش اعرف ابعاد العربيه. كل الكلام ده مش مقبول. زي ما انتم شايفين دلوقتي الاستاذه دنا رجعت ممتاز جدا جدا. الزاويه دي ضيقه سنه بسيطه بس عملتها ممتاز جدا جدا جدا. طبعا نتمنى لها التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا دكتور دنا بشار. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي لرصيف. زي ما انتم شايفين بتبدأ ان هي تبص في المراية بتاعتها واحدة واحدة لحد ما القمع اللي في النص يظهر معاها، اللي هو بالنسبة لنا النمر بتاعت العربيات. زي ما انتم شايفين تبدأ ترجع واحدة واحدة خط مستقيم عشان تقرب شوية للرصيف. لقيت نفسها قربت بتكسر الناحية التانية عشان تقرب من زاوية الرصيف. زي ما انتم شايفين ببص في القمع يمين وشمال، طبعا في وراها 3 اقماع بأبعاد العربية. تبدأ تبص برضو الناحية بتاعة الرصيف عشان تشوف الكاوتش قرب من الرصيف ولا بعيد. تعالوا نبص كده عليه. زي ما احنا شايفين اهو بعيد تماما عن الرصيف. هتبدأ تضم بس، وتبدأ ان هي تخش لقدام واحدة واحدة. طبعا بعيد تماما عن الإقماع. تبدأ تخش واحدة واحدة. دخلت هتبقى عدلت ايديها خط مستقيم. كده زاويتها بالنسبة لها في المراية مظبوطة كويس جدا. هتبدأ تخش خطوة بس بسيطة قدام علشان تبقى قدام قد ورا. زي ما انتم شايفين اهو ظبطت الزاوية، تدي مور وتقف. اتمنى لها طبعا الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة دكتور دنا بشار. زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين على الطريق السريع. طلعنا طبعا الطريق الزحمه بتاع جسر السويس، وخدنا طبعا الركنات، ركنه موازي وركنه عمودي، وطبعا ابعاد العربيه. ومعانا دلوقتي دكتور دنا هتحب تقول الريفيو بتاعها. اتفضلي يا دكتور. مساء الخير. احنا دلوقتي بنسوق
شويه بس يعني بيخف شويه شويه. واتعلمت الركنه، واتعلمت تغيير الغيارات، وازاي انقل بين سرعه وسرعه من غير ما العربيه تطفي. وايه تاني؟ وازاي نبص على المرايات كل شويه تمام. عشان ايه ما نروحش البني ادمين معانا. تمام. وكله كان حلو، وربنا يديله طولة البال لدكتور لكابتن خالد. الله يكرمك. ربنا يدي ربنا. شكرا ليكم. يعني استفدتي معانا ولا ما كانش فيه استفادة معانا لا، خالص؟ استفدت والله كويس جدا. المحتوى بتاعنا كويس ولا ضايع؟ كله كويس، وفي راحة نفسية يعني في السواقة بصراحة. هو ده الحلو جدا يعني في الموضوع. كان في أي مشكلة قابلتك وأنت معانا في تدريب؟ لا كله تمام. حاسة إن المحتوى فيه حاجات ما كنتش ناقصة؟ بعرفها أول مرة، بنفضل نعيدها لغاية لما تتظبط معانا كويس. حاسة إن مستواكي وصل قد إيه دلوقتي بالنسبة لأول مرة خالص؟ ممكن نقول عشان أنا شخص بيحب إن أبقى بروفيشنال، فممكن نقول 85%. حلو، كويس جدا. طبعا دي حاجة جميلة جدا، وطبعا نتمنى لك الخير والتوفيق، وإن شاء الله نشوفك بعربيتك على الطريق السريع بإذن الله. ونتمنى ان انا اكون ما قصرتش معاك في اي حاجه، وطبعا اتمنى لك كل الخير. ودي طبعا هديه بسيطه مني للناس اللي بتخلص معايا الكورس. طبعا هنلف ناحيه الشمال. ايوه، هنبدا نلف اهو، ادينا طبعا اشاره، نبدا نلف واحده واحده، وجبنا كمان الغيار الاول بتاعنا. تبدا تلف واحده واحده زي ما انتم شايفين، بالراحه، من غير ما انا بمسك دركسيون ولا بدوس فرامل ولا بشد هاند بريك ولا بعمل اي حاجه. طبعا استاذه دانا، دكتوره دانا، طبعا ما شاء الله مستوى ممتاز جدا. الرهبه عندها شويه خفيفه، بس طبعا هتروح مع ممارسه مره واثنين وثلاثه. بس طبعا هي خدت كل الاختبارات بتاعتنا، فطبعا تقدر ان هي تطلع بعربيتها او بعربيه اي حد من قرايبها او صحابها في اي مكان. اتفضلي طبعا يا دكتور. شكرا. اتمنى ليك السعاده ان شاء الله والتوفيق باذن الله. السلام عليكم.